طيب دلوقتي احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم على الايفكت. تمام؟ يعني انا خلاص دلوقتي كده رسمت وعملت كل حاجه، ولكن انا عايز دلوقتي كده مثلا ادي ايفكت لمثلا للشيب اللي انا رسمته. تاثير مثلا دلوقتي كده زي جلو، تاثير مثلا دلوقتي كده زي حاجات كتير جدا، يعني ممكن احنا نتكلم عليها دلوقتي كده من هنا للصبح. تمام؟ طيب تعالى مثلا دلوقتي كده نرجع للشيب بتاعنا اللي هو ده. تمام؟ وعايز اعمل دلوقتي كده عليه افكت. طيب علشان ارسم دلوقتي كده الايفكت ده هعمل ايه؟ بيبقى عندك الايفكت، قائمه الايفكت بتبقى موجوده هنا، واي حاجه مش هتلاقيها موجوده هنا تمام او مش ظاهره عندك هتدخل على الويندو. تمام؟ وبعد ما تدخل على جزئيه الويندو هتلاقي دلوقتي كده ان انت عندك حاجه اسمها الورك سبيس. الورك سبيس بيبقى فيها كل الحاجات اللي حضرتك هتستخدمها. تمام؟ فمثلا دلوقتي كده انا بستخدم على طول مثلا حاجه اسمها اللايبراري مثلا. تمام؟ فعلشان تظهر عندك لازم تضغط عليها، فهتلاقي ان عندك اللايبراري بقت موجوده فوق اهي. تمام؟ طيب نفس الكلام، عايز تدخل تجيب مثلا ايفكت، او فين الايفكت؟ تضغط على الايفكت فهتظهر لك الايفكت عندك بالشكل ده اهي. تمام؟ ظهرت تحت عندك اهي. ايا كان بقى حضرتك عايز تضيفه، لو هو مش موجود هنا وعايز تلاقيه هتلاقيه عند الويندو ورك سبيس، وتبدا انك هتلاقيه موجود بالشكل ده. تمام؟ لو انت عايز تدخل عليه بشكل دايركت. طيب لو انت عايزه ان هو يبقى موجود وظاهر على طول بتضغط عليه من هنا، فهتلاقيه موجود وظاهر على طول. تمام؟ طيب خلاص تعالى بقى ندخل دلوقتي كده الورك سبيس بتاعتنا، وبعد كده نبدا ان احنا نتكلم على الايفكت. هنا كلوز البانل. تمام؟ بقى عندي هنا الايفكتات بتاعتي. طيب لو احنا لاحظنا دلوقتي كده هنلاقي في جزئيه ان الجزء ده كان اخره هنا بس دي وسعت. تمام؟ لو حضرتك مثلا متضايق عن حاجه زي كده ممكن ان انت تضغط على ديفولت. تمام؟ فيرجع لك الموضوع مره ثانيه بالشكل ده، او انك تضغط على الثلاث علامات دول وتعمل حاجه اسمها ريسيت تو سيفد لاي اوت. تمام؟ ودي هترجعك للنسخه او الحاجه اللي معموله من خلال افتر افكت. افتر افكت هو مرتبها لك بترتيبه معينه، ودي انت ممكن تغيرها. ممكن مثلا تجيب دي هنا كده، يعني مثلا انا هنقل دي مثلا من هنا كده لهنا او اكبرها. تمام؟ عايز مثلا انقل حاجه، فاهم الفكره؟ عايز مثلا انقل اي حاجه، دي مثلا انقلها لفوق مثلا. شايف الشكل اتغير؟ فعلشان انت ما تتخضش لو الشكل اتغير عادي هتتك على الثلاث علامات دول ريسيت تو سيفد لاي اوت. لكن لو انت بعد ما غيرت التغيير ده وعايز تحفظه عندك هتتك على سيف تشينجز، ريسيت تو سيف لاي اوت. تمام؟ طيب خلينا بس نتكلم على الجزئيه اللي قدام دي. في نقطه برضه مهمه حصلت لسه قدامنا دلوقتي. لو احنا جينا ورجعنا لورا هنلاقي ان الشكل هنا ظاهر وانا مش عايزه يظهر في الاول. طب ده ليه؟ لان الاكستنشن بتاع اللاير بتاعتي اللي هي دي هي فين؟ اهي اللي هي دي الاكستنشن بتاعها برضو موجود قدام، واحنا عارفين ان الانديكيتور هيقرا اي حاجه ظاهره موجوده قدامه. وده لو احنا جينا لورا كده يبقى انا هنا في النقطه دي كان عندي الصوره دي والايه والشيب ده. طب علشان ما يظهرش يبقى انا لازم اقطع، هاجي قدام تمام عند اخر حركه حصلت من الصوره اللي فاتت دي. تمام؟ اهو بالشكل ده، واضغط على الت. تمام؟ واعمل جيم. لو انا جيت بصيت مش هلاقي الجزئيه دي ظهرت معايا. فهمت الفكره؟ طب هتقول لي دي ليه ما ظهرتش؟ هقول لك لان احنا في الايفكت اللي احنا عاملينه اخر مره كنا عاملينه ان هو يختفي تقريبا. تمام؟ فهنشدها كده بحيث انها ترجع للنورمال بتاعها. وطبعا لما تيجي تشد علشان تيجي على الانديكيتور بالظبط انك تكون ضاغط على الشيفت. طيب انا دلوقتي كده عايز اعمل تاثير، يعني انا شايف ان دي مثلا حاسسها ان هي بهتانه، فانا عايز مثلا اعمل تاثير. طب اعمل تاثير ازاي؟ هنيجي على الايفكت وهدور مثلا على الايفكتات. هنا كل دي ايفكتات، كل دي ايفكتات. طيب انا مثلا دلوقتي كده في ايفكتات بتيجي من بره وفي ايفكتات موجوده جوه الافتر افكت. يبقى انا دلوقتي كده عندي اثنين ايفكتات بتبقى جايه من بره ومدفوعه بفلوس، وفي منها المجاني. تمام؟ وفي افكتات موجوده في افتر افكت تقدر تشتغل بده تقدر تشتغل بده بس. وان شاء الله باذن الله بعض الايفكتات اللي احنا هنبقى نستخدمها تمام، واذا كانت مجانيه فعليا انا هبقى اسيبها لكم، وحتى اذا كانت بفلوس برضه ان شاء الله باذن الله هسيبها لكم اذا احنا استخدمناها. تمام؟ سواء اذا كنا في المحاضرات اللي هي المجانيه او في الكورس ان شاء الله باذن الله. تمام؟ طيب
لو جينا دلوقتي كده انا عايز دلوقتي كده ادي جلو، الدنيا دي تلمع مثلا، فهكتب هنا مثلا دلوقتي كده في الايفكت على السيرش بار ده جلو. تمام، ظهر عندي 3 جلو. احنا اللي نستخدمه تمام اللي هو الديب جلو. الديب جلو ده عموما هو مدفوع تمام، وهبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تمام، او هبقى اديه لكم ان شاء الله باذن الله على جروب التليجرام او جروب الواتساب على حسب احنا دلوقتي كده هنبقى في انهي جروب ان شاء الله باذن الله، ده للمجموعه بتاعه الكورس تمام. لكن على اليوتيوب او اي منصه ثانيه ان شاء الله باذن الله هتلاقي عندك اللينك بتاعه في الديسكربشن، وهبقى سايب لك فيديو ازاي انك تنزله، وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله ازاي تقدر انك تعمل له انسيرت على الافتر افكت، لانه بيبقى ليه طريقه ادخال معينه. طيب كل اللي عليك انك هتمسك الايفكت ده تضغط عليه جامد وتعمل دراج اند دروب. انا في انهي لاير رقم 2 تمام. شايف اللي حصل؟ الجلو اللي حصل ده شايف بقت عامله ازاي؟ طيب انا دلوقتي كده مثلا عايز اعرف الايفكت فعليا حصل ولا لا، او عمل لي تغيير ولا لا. طب ده هتعمله ازاي؟ فاكر القائمه اللي احنا قلناها في الاول دي اللي احنا قلنا عليها ايفكت كنترول؟ هنيجي عندها تمام، تلاقي هنا حاجه اسمها اف اكس. اف اكس ده يعني ايفكت، اختصار لكلمه ايفكت. هنا لو انت ضغطت عليها هيختفي الايفكت. بص لاحظ بقى هنا دلوقتي كده وركز ايه اللي هيحصل. ضغطنا عليها، شايف الجزء بقى عامل ازاي؟ شايف بقت منوره ازاي؟ طيب طبعا تقدر تتحكم فيها بشكل دائم او عن طريق كي فريم. يعني مثلا دلوقتي كده انا ممكن ان انا اخلي ان هي تبقى على طول تمام، هتقلل الريديوس شويه وتقلل الاكسبوجر، قلت بكتير عن الاولانيه تمام. هتبدا انك تتحكم فيها من خلال الموضوع ده. انا عايز دلوقتي كده اعمل الحركه بتاعتي تمام، بحيث مثلا ان يحصل جلو وما يبقاش فيه جلو ما يبقاش فيه جلو. ده مثلا هديك مثال، فهبتدي ان انا اجي اعمل كي فريمات هنا تمام، وهعمل حرف اليو وهتحرك قدام بالشكل ده كده، وهعمل برضو نفس الكلام كي فريمات تانية. او سيبك بقى من جزئيه الكي فريم، احنا دلوقتي كده خلاص، احنا الكي فريم ده دي حاجه كانت بدايه كده عشان بس تبقى انت فاهم يعني ايه نقطه البدايه وايه نقطه النهايه. لكن هنا انا هعمل مثلا 0 وهنا انا هعمل 0 تمام. فلاحظ دلوقتي كده معايا هتلاقي ان في الاول كان في جلو، بس بعد كده ابتدى الجلو ان هو يختفي تمام. ده برضو تاثير. في تاثير تاني ممكن ان انا دلوقتي كده ان انا اعمل جلو في الوقت ده بس، وبعد كده يرجع يكون كده، وبعدين اروح جاي واخد دول كوبي مثلا واجي هنا واعمل كنترول في. فبص لاحظ دلوقتي كده معايا انا ماشي في جلو، بعد كده ما بقاش في جلو، بعد كده بقى في جلو. شايف الفرق؟ تعال نمشي واحده واحده. بص اهو دلوقتي ما بقاش في جلو، هنا ما فيش جلو، ابتدى يبقى في جلو، بعد كده لا. ده نفس التاثير بتاع الفليكر، ان هو مثلا دلوقتي كده بيعمل دلوقتي كده عمليه الفليكنج تمام، او الفليكر اللي عمال بيحصل ده، ان هو زي ما انت بتقول كده ان هو لما بيجي يقيد كانه بينور. فاهم حاجه؟ يعني لو انت جيت لاحظت دلوقتي كده، بص هو دلوقتي كده نور وطفى. فاهم الفكره؟ ان هو بينور بيبقى فيه جلو، لكن لما بيجي يطفي ما بيبقاش فيه جلو. ده تاثير، خلي بالك تمام. طيب وبرده ما تنساش اهم حاجه انك تغير اللينير ده كله الى حاجه اسمها F9 ايزي. ده يديك سموثنس في الحركه. فتعالى كده نشوف الحركه من الاول. ده مثال يعني تمام، وتقدر انك تعمل حاجات كتير جدا تمام. في عندك هنا افكتات كتير جدا. ممكن مثلا نعمل البلور مثلا، عندي في هنا تاثير اسمه الجوزيان مثلا بلور. خلينا نعمل بلور احسن عشان انا مش فاكر. عندك دلوقتي كده مثلا البلور، فانت عندك هنا حاجه اسمها جوزيان بلور تمام. الجوزيان بلور لو انت مثلا دلوقتي كده مسكت البلور ده على سي مثلا اللاير دي، بص هتشد وتدراج، مفيش اي افكت حصل خالص. طيب ليه؟ عشان احنا بنلعب على الافكت من هنا من القائمه دي تمام. طيب هنيجي نضغط دلوقتي كده على الكي فريم بتاعنا تمام، ونتحرك مثلا شويه ونروح عاملين البلور. بص ايه اللي حصل تمام اهو. انا هنا ما كانش فيه، اما تعمل بعد كده حصل بلور. الجزئيه بتاعت البلور دي انت بتعملها مثلا لو انت عايز تظهر شيء معين، عايز تظهر مثلا الشيب بتاعك بشكل كويس، عايز تخلي التركيز مثلا على نقطه معينه. كل الحاجات دي هتحصل تمام من خلال الايفكت ده.
عندك افكتات كتير بقى، وممكن مثلا بعد مده معينه، تمام، زي ما احنا متعودين، تك على اليو، وعايز مثلا دلوقتي كده ان انا في النقطه دي او اللي عند الانديكيتور يبدا البلور يقل، فساعتها انا لازم اعمل حاجه اسمها حافظ، تمام، كي فريم حافظ. هاخده كوبي في، تمام، وارجع ده 2 3 فريم لورا، وبعد كده ارجع هنا واعمل زيرو بالشكل ده، ما بقاش فيه بلور. وطبعا اهم حاجه ما تنساهاش وهي عباره عن الايز اف 9 اوت، بقى فيه بلور، ما فيش بلور، وبعد كده ما بقاش فيه بلور. اهو عايزين نوسع مثلا الدنيا دلوقتي كده بالشكل ده كده عشان الدنيا تبان اوضح. هنبدا ان احنا نوسعهم بالشكل ده عشان الدنيا تبان اوضح، تمام. تمام، ركز بقى دلوقتي كده معايا. اهو انا من هنا بقى في بلور، بعد كده لسه ستيل في بلور، لان انا قايل لك ان احنا عايزين نعمل حافظ، لان انا لو عملت البلور بتاعي او ان هو يختفي من اول هنا، هي الفتره دي هيختفي فيها، مش هيحصل فيها الايفكت. تمام، فركز دلوقتي كده، ابتدى ان الايه البلور يختفي. طيب لو انا لغيت اللي في النص ده اللي هو الحافظ، بص ايه اللي هيحصل. طول الفتره دي من هنا لهنا هيبقى في بلور. انت فاهم الفكره؟ طول الفتره من هنا لهنا هيبقى في ايفكت، بس انا بعمل بقى الحافظ ده علشان احافظ على الايفكت بتاعي في الفتره دي. تمام، وبالتالي انا من هنا لهنا محافظ. بص كده دلوقتي كده على الارقام اللي هتبقى موجوده هنا دي، تمام. بص انا من النقطه دي للنقطه دي، تمام، نفس الرقم، بس اول ما اعدي النقطه دي وادخل على النقطه اللي بعديها ما بقتش نفس الرقم. بص بقت 24 و7 لحد ما بقى زيرو. فده اللي احنا بنقول عليه ان هو حافظ للايه، للايفكت بتاعك، او حافظ كمان للحركه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن ازاي تكتب تكست، وازاي برضو نفس الكلام تحركه وتعمل فيه افكت، تمام، سواء اذا كان افكت التايب رايتنج او افكتات ثانيه كتير، تمام، زي برضو نفس الكلام الجلو. وبس كده، بالتوفيق، اشوفكم الفيديو الجاي.